عسلامة، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله باش نعملوا مع بعضنا مخارق بنين برشا ويجي خفيف وهشيش على الاخر. خذينا المكونات التالية: خذينا 2 كيلات سميد ارطب، اي حاجة تكيلوا بها، مثلا صحافي ولا كيسان كبار اللي تحبوا، مش مشكل. دونك وهنا عندنا كيلة فارينة، اذا 2 سميد ارطب 2 كيلات وكيلة فارينة. لهنا خذيت 50 مليلتر زيت، مغرفة كبيرة خميرة خبز، لهنا عندي نصف مغرفة قهوة خميرة جاتو، مغرفة قهوة سكر، هذه 60 جرام زبدة، ومغرفة صغيرة ملح، مغرفة قهوة صغيرة. اللي يحب يعمل زبدة كهو يجم، واللي يحب يعمل زيتة كهو يجم بيان سور. نتعداو اذا نبداو نحطوا المكونات الجافة الكل على الاول. هذايا سميد، بسم الله. هذه الفارينة، نحطوا الخميرة، سكر مع خميرة الجاتو. نبداو نحركوهم مع بعضهم قبل. تو باش نحطوا الزيت، والزبدة اللي هنا عندي ذوبتها شوية. مغرفة الملح نحطها توا، ونبدأ نعجن بيان سور بالماء الدافي. بالنسبة للماء على حسب شنو تقبل العجينة، معناها انا حطيت لهنا عندي 250 مليلتر ولا اكثر شوية، ونعجن بها ونشوف اذا لازم نزيد كل مرة شوية. بسم الله. تو باش نزيد الماء، صبيت هذاك ال 250 مليلتر الاولين ونحسها مازالت شايحه برشا العجينه، عاودت عبيت 250 اخرين، يعني عملت النصف نتاعهم. وتوا نحطوها تعجن شويه ونشوفوا. باش نزيد نفضلها الماء، مازالت شايحه بالباهي. العجينه راهي يلزمها تكون طريه بالباهي باش يجينا هشيش وخفيف المخارق. دونك نقعد هكايا نتبع فيها حتى نلقاها معاش تلصق ولا تطريه. لهنا يا جماعه عندي مغرفه كبيره خل، نسيت ما قلت لكمش عليها في المكونات، نحطها تخلي العجينه تجيني ياسر طريه وخفيفه، ونخليها تكمل تتعجن بالباهي. هذه العجينه كيفاه ولات كيما قاعدين نشوفوا، رطبه بالباهي وما تلصقش. دونك خليتها في العجانه مده درجين، ومن بعد تو باش نبدا نكمل نعجنها باليد، خاطر السر نتاع البنه نتاع المخارق هذيا هو العجن نتاعها. نزيدها على الاقل درجين 4 ساعه اخرين باليد للي يجم بيان سور، سينو نزيد تحطها في العجانه اكثر. بسم الله. انا نعجن ونبخها كل مره بشويه ماء حتى نتحصل على العجينه ياسر رطبه، ندخل فيها كل مره شويه ماء ونقعد نعود نعجنها. نلاحظوا لهنا اللي العجينه معاش تلصق في اليدين وفي البلان دو ترافاي، دونك نحطوها في البول نتاعها، نغطيوها بحاجه بلاستيك ماذا بينا بابي اليمونتير، ونزيدوها منشفه باش تقعد تسخن، تدفى باش تخمر لنا. نخليوها تخمر مده ساعه هكاكا ونرجعوا لها. تو نتعداو باش نحضروا مع بعضنا السحور. خذينا 2 كيلات سكر عليهم كيلة ماء، لهنا عندي 10 قارص، وهذه مغرفة جلوكوز. الجلوكوز يخلي ثم لقة مزيانة في كعبة الحلو. دونك نحطوا السكر، أول حاجة نبداو بها. ونحطوا توا الماء، ما نحركوهش،
وهذيا عصرة القارص، وهذيا الجلوكوز. توسعوا بالكم فيه المغرفة قبل ما نهز فيها الجلوكوز دهنتها بالزيت باش ما يلصقش، ومالغري سا لصق. دونك نوسعوا بالنا فيه، نهبطوه بشوي هكايا. نخليوه اذا على النار مدة درج هكاكا حتى يهز الغلوة، من بعد نقصوله على النار جيد على الاخر، نخليوه درجين ونطفيو عليه. لهنا بعد ما تعدات ساعة كما قاعدين نشوفوا ما شاء الله العجينة خمرت بالباهي. بسم الله. نحيو توا منها الغاز ونبداو نشكلوها كعبات مخارق كما نشوفوهم، يبداو طويل شوية ومنقبين، واللي يحب يعمل مدورين يجم بيان سور. ناخذ كونتيتي هكايا. قصينا هكا العجينة قطع صغيرة، ما نكبروش ياسر، ونحاولوا توا نشكلوهم. ما ندخلوا لهمش برشا فارينة، ماذا بينا نخليهم ترين خير من اللي يبسوا. اذا نكملوا على المنوال هذايا الكعيبات الكل ونغطيهم ونبداو نشكلوا فيهم في شكل كيما نعرفوا المخارق كيفاش يكونوا. ناخذوا الكعيبه الاولى نحاول نشكلها هكايا بيديا، ومن بعد نطرحها. خذيت هذايا الدوي اللي نعملوا بيه الكريمه وننقب بيه يسهل لنا اكثر، وتجي الكعبه متاعنا ازين وبارفيت. بون لما حاله نقب كبار شويه نجم نقلبو نعمل بالفاس الاخرى. نكمل على المنوال هذيك. نطرحوها وننقبو. هذوما نقب صغار، دونك نعمل 4 مرات. في بالي هذا احسن شكل من اللي بدينا، دونك نكمل على هذوما كعبات المخارق اللي تحصلنا عليهم. تو باش نبداو نقليو. ما عملتش الكميه كامله، هذايا اللي فضل العجينه فضلت كونتيتي باهيه، خاطر بنتو كي يبدا جديد، دونك كل نهار نقليو الكميه اللي حشنا بها. نتعداو القليان. سخنا لهنا الزيت، وتو باش نبدا نحط بسم الله الرحمن الرحيم. بون طويله شويه. بسم الله. الشحور متاعي لهنا حاضر، ها وينه، حطيته برد خاطر يلزم شحور بارد. نهزوهم ان شاء الله من القليان ديريكت نحطوهم في الشحور. كما قاعدين نشوفوا بعد ما بدا يتنفخ وانا نقلب هكايا الكعيبات، كل مره نقلبهم فاس حتى يحمروا بالباهي. كما نلاحظوا لهنا بداو يحمروا. نزيدوا شويه الفاس هذيا كما قاعدين نلاحظوا. المخارق نتاعنا نضاج بالباهي. تو نبداو نهزوهم نقطروهم ونحطوهم في الشحور. نكملوا نحطوا توا الشعيبات اخرين يتقلاو ونتعداو لهذوكم اللي في الشحور نقلبوهم. بسم الله.
إذا نقلبوا الكعيبات اللي في الشحور، خليهم مدة دقيقتين 3 حتى يشربوا بالباهي. من بعد نهزوهم ونحطوهم في صفية كيما هكايا باش يستقطروا منيح. لهنا عندي النار قوية شوية بتاتر باش نقصلهم باش يطيب وسطهم بالباهي. دوبا يتنفخوا نقلبوهم باش ما يتشقوليش من الفاس الاخرى. كعيبات لهنا نعاودوا نقلبوهم ومن بعد نهزوا يزي كهو باش ما يشربوناش ياسر شحور. نرجعوا الكعيبات هذوما نقلبوهم الفاس الاخرى كما قلت لكم، ديما نقلبوهم حتى يحمروا، كل مره على فاس حتى يحمروا بالباهي ونهزهم. نكملوا اذا على المنوال هذايا، من بعد نوريكم صحن التقديم ان شاء الله. وهكا كما قاعدين نشوفوا المخارق نتاعنا حضرت. نودكم ولا نشهيكم جاو ياسر خفاف وبنان. ان شاء الله تعجبكم وصفه اليوم، جربوها ونتلقاو ان شاء الله في وصفه جديده. بسلامه.